في يوم النتيجة سارة شافت المجموع اللي هو 96%، صرخت وقالت يا أنا نجحت. أمها دخلت وتقول جبت كام يا سارة يا بنتي يا حبيبتي؟ قالت سارة جبت 96% ياما. الأم نطت من الفرحة، يا بنتي انت طلعت مننا حاجة عدلة. الأب دخل وهو بيضحك، نعملك حفلة يا سارة. قالت لا حفلة ايه، انا عاوزة اعمل موكب زي لعيبة الكورة. وفعلا خرجوا وعملوا احتفال في الشارع، زينة دي جي بالونات والناس كلها فرحان. بس الجارة ام شوقي عدت وقالت بنتي جابت 97%، ما حصلش كل ده. ردت ام سارة بكل فخر عشان بنتي ما غشتش، دي فرحة نظيفة يا طنط. متخيلة يا طنط؟ فرحة نظيفة. وفجأة الدي جي ضرب السلك غلط، الموسيقى سكتت وطلع الصوت واحد وهو بيقول من المايك سارة كانت بتغش من أحمد في العربي. الناس سكتت وسارة قالت لا يا جماعة، كنت بس بسأل له حاجة واحدة بس، وهو ده الجواب، سؤال 2 مش أكتر.